وحتى مصرعه. في رحلة موسيقية عبر الزمن في مصر القديمة، تستضيف دار الأوبرا المصرية طوال 8 أيام عرضا يعد من أضخم العروض الموسيقية الحديثة يصور حياة الفرعون توت عنخ آمون. العرض الذي يتميز بالإبهار وتمازج العناصر الفنية في نسيج واحد يقدم بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة، ويحمل عنوان ميوزيكال توت عنخ آمون، ويشارك فيه 160 فنانا عملوا على مزج لوحاتهم الموسيقية بالرقصات الاستعراضية لتجسيد حياة الملك الفرعوني الأشهر منذ طفولته مرورا بفترة حكمه وحتى وفاته الغامضة وهو في 18 من العمر. إنه عرض رائع، فهو مزيج مثالي بين الروك اند رول والتاريخ. لقد أضفنا بعض الأمور لتجميل العرض ومعالجة التاريخ على النحو السليم. تشارك في العرض أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة مؤلف العمل جيرارد جراتسر، بالتعاون مع فرقة باليه أوبرا القاهرة وبإشراف الفنان النمساوي أرنست نيوشبيل، الذي اعتبر أن هذا العمل الحديث لا يقل في أهميته عن العمل التاريخي أوبرا عايدة. فده جديد إن حد من بره يجي يشارك معانا وبيعملوه بشكل مختلف غير أوبرا عايدة وحاجة مختلفة تماما. وكان عرض توت عنخ آمون قد شاهده الجمهور للمرة الأولى في مدينة غوتنشتاين النمساوية منذ 2 سنين، قبل وصوله إلى داري الأوبرا المصرية في القاهرة والإسكندرية. جيفر أبو دقة، العربية.